هالو everybody welcome back. اهلا بكم من جديد متابعين قناة نشوة الانجليزية، وتحديدا ابطال تانية ابتدائي ومنهج كونكت بلس. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنبدأ الترم التاني، اول درس منه من كتاب الباهر. لو حابب ان مفيش حاجة تفوتك من فيديوهاتنا وشرح مناهجنا، اعمل سبسكرايب، اشتراك، الكلمة اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، وما تنساش اللايك والشير عشان يوصل لاكبر عدد من ابطال تانية ابتدائي ومتابعي منهج كونكت بلس. نبدأ بسم الله. ليسون 1 الدرس الأول من يونت 7 الوحدة السابعة الترم الثاني منهج كونكت بلس. بيتكلم عن فارم animals. فارم animals يعني حيوانات المزرعة. كلمة مزرعة يعني فارم. فارم repeat after me، قول ورايا. فارم مزرعة يعني فارم FARM. فارم حيوانات animals. حيوانات animals. حيوانات animals. farm animals. farm animals يعني حيوانات المزرعة. هنبدأ أول حاجة عندي بطة يعني دك. بطة يعني دك DUCK دك. حصان horse. حصان horse. horse HORSE. HORSE. معزة goat. معزة goat GOAT. goat GOAT. goat. بقرة cow. بقرة يعني cow COW. cow COW. cow. حمار donkey. حمار يعني donkey. donkey DONKEY. DONKEY. أرنب rabbit. rabbit. أرنب يعني rabbit RABBIT. rabbit. خروف sheep. خروف يعني sheep. sheep. وخد بالك ان الاس والاتش لما يجوا مع بعض ننطقهم حرف الشين. sheep SHEEP. 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 سمكة fish. سمكة يعني fish FISH. fish. سمكة يعني fish. دجاجة chicken. chicken. دجاجة يعني chicken. دجاجة يعني chicken CHICKEN. CHICKEN. لما تلاقي كلمة طويلة عليك قسمها إلى مقاطع. CHICKEN. دجاجة يعني chicken. يبقى أول حاجة في درس النهاردة الفوكابلريز اللي هي الكلمات. عندي فارم animals حيوانات المزرعة duck horse goat cow donkey rabbit sheep fish chicken. الجرامر بتاعنا بتاع الترم التاني سهل ولطيف ولذيذ جدا. بيتكلم عن ايه؟ the past simple tense. يعني ايه the past simple tense؟ اللي هو زمن الماضي البسيط. يعني ايه زمن الماضي؟ يعني حاجة حصلت وانتهت. زمن الماضي يعني حاجة حصلت وانتهت. اقرا معايا الجملة دي وانت هتفهم. بيقول أنا I played football. I يعني أنا played فوتبول يعني أنا لعبت كرة القدم. الجملة دي in which tense؟ في أي زمن؟ الجملة دي في زمن الماضي in the past. ليه في زمن الماضي؟ عشان الفعل بتاع الجملة اللي هو played ده في زمن الماضي. احنا كنا متعودين ناخدها play. كنا متعودين ناخدها play. يعني play يعني يلعب. طب لما أنا أجي أحول play يلعب إلى ماضي تبقى اسمها played. هقول لكم جت إزاي. هنقول تاني الجملة بتقول I played football يعني أنا لعبت كرة القدم. الجملة دي في زمن الماضي. عرفنا زمن الماضي ليه؟ عشان الفعل بتاع الجملة في زمن الماضي. التصريف التاني للفعل. ايه هو حكاية التصريف التاني؟ التصريف الأول لأي فعل بيبقى الفعل في زمن المضارع. يلعب يعني play. طب لما اجي احول الفعل لزمن الماضي بحط له ed يبقى اسمه تصريف تاني. هقول تاني الفعل في زمن المضارع زي يلعب. يلعب يعني play ده
كده تصريف اول. يعني تصريف اول يعني الفعل في زمن المضارع. يلعب، عايزه اقول لعب في زمن الماضي، احط للفعل اي دي، يبقى اسمها التصريف التاني. يبقى لما يبقى فعل الجمله هنا تصريف تاني، التصريف التاني، يبقى الفعل في زمن الماضي. طب ايه حكايه ذا باست سمبل تنس اللي هو زمن الماضي البسيط ده؟ بيتكون من ايه؟ بيتكون من اول حاجه في الجمله لازم يبقى الفاعل اللي هو الشخص بتاع الجمله، البني ادم بتاع الجمله، جاي هنا اي انا، ومع الفاعل بيجي فعل. مع الفاعل بيجي على طول وراه الفعل. اي فعل كده لا، لسه قايلين لازم الفعل يبقى second form، يعني التصريف الثاني. يعني التصريف الثاني يعني الفعل في زمن الماضي. يبقى الزمن الماضي البسيط بيتكون من subject فاعل وverb. subject وverb. subject يعني فاعل وverb يعني فعل. وقلت مش اي فعل، لا، لازم الفعل يبقى second form يعني التصريف الثاني. يعني التصريف الثاني يعني الفعل في زمن الماضي. يلا نفهم اكتر يعني ايه الفيرب in second form، يعني الفعل في التصريف التاني. في نوعين من الافعال في اللغة الانجليزية. عندي افعال بيسموها regular verbs وافعال irregular verbs. يعني ايه regular verbs؟ يعني افعال منتظمة. irregular verbs يعني افعال غير منتظمة او بتسمى افعال شاذة. تعالوا نمسك العمود الاولاني بتاع الافعال المنتظمة. ليه سموها افعال منتظمة؟ لان حروفها بتفضل زي ما هي لما اجي احولها لزمن الماضي، بس في الاخر بضيف لها يا اما دي او اي دي. هقول تاني، عندي نوعين من الافعال: regular verbs افعال منتظمة، irregular verbs افعال غير منتظمة او افعال شاذة. نمسك العمود الاولاني، الافعال المنتظمة اللي مسميينها افعال منتظمة علشان الفعل المضارع لما اجي احوله الماضي بتفضل حروفه زي ما هي، بس في الاخر بنضيف يا اما دي او اي دي. طب زي ايه؟ انا عندي ليف. يعني ايه ليف؟ ليف يعني يعيش. طب عايز اطلع منها ماضي، بكتبها زي ما هي واضيف لها حرف الدي، يبقى ليف ليفد يعيش، عاش يعيش، عاش، ليف ليفد، اضفت لها دي. طب عندي فعل كمان اسمه يلعب. يلعب يعني play. يلعب يعني play. عايزه اقول لعب بزمن الماضي، بكتب نفس الحروف هي هي عشان ده فعل منتظم واحط له في الاخر اي دي. play played. يلعب لعب. وعندي فعل كمان يزور visit. يزور يعني visit. عايزه اقول زار اسمها visited. اللي حصل الحروف اتكتبت زي ما هي اهو VISIT اهي VISIT. الحروف اتكتبت زي ما هي واضفت لها اي دي. امتى بحط للفعل دي وامتى احط له اي دي؟ لو الفعل عندي منتهي بحرف الاي يبقى انا هحط له من عندي دي بس عشان احوله لماضي. طب افرض الفعل مش اخره ايه، مفيش اخره ايه، هحط له اي دي. يبقى الافعال المنتظمه اتسمت منتظمه عشان حروفها بتفضل زي ما هي. حروفها بتفضل زي ما هي بس بتضاف لها في الاخر دي او اي دي. live lived play played visit visited. طب انما الافعال بقى الغير منتظمه او الافعال الشاذه اللي هي اسمها irregular verbs، دي حروفها بتتغير لحروف تانية. عندي حروف بتتحول لحروف تانية لما اجي اتكلم عن زمن الماضي بتاعها، زي فعل يرى. يرى سي ده فعل مضارع، عايزه احول سي لفعل ماضي يبقى اسمه سو. واخد بالك ان الحروف اتغيرت؟ هنا كانت اس دبل اي بقت اس اي دبليو. يذهب جو. ذهب went ده فعل irregular يعني غير منتظم. am is اللي هو verb to be. verb to be اللي كان بيتكون من am is are. am أكون is يكون. الماضي بتاعها اسمه was يعني كان. يبقى عندي نوعين من الأفعال: أفعال regular أفعال irregular. أفعال منتظمة أفعال غير منتظمة. المنتظم حروفه بتفضل زي ما هي بس بنضيف له في الآخر دي أو إي دي. الأفعال اللي هي irregular الغير منتظمة حروفها بتتغير لحروف تانية. تاني خطوة في زمن الباست سيمبل تنس زمن الماضي بيتكلم عن نيجاتيف. النيجاتيف اللي هو النفي. لما يجي أنفي جملة في زمن المضارع البسيط بنفيها بحاجة اسمها didn't.
didn't دي معناها لا. يبقى لما بتكلم عن زمن المضارع البسيط اجي انفي الجملة بتاعته بنفيها بكلمة اسمها او بفعل اسمه didn't. فعل اسمه didn't. طب didn't دي احطها فين؟ بحطها بعد الفاعل، بكتب الفاعل اللي هو السبجكت زي هنا I، وبعد كده didn't اللي هو النفي، وبعد كده الفعل اللي وراها لازم يبقى infinitive. يعني infinitive يعني الفعل في المصدر بدون أي إضافات. طب جملة زي دي بيقول I played football، يعني أنا لعبت كرة القدم. عايزة أقول أنا لم ألعب كرة القدم، أنفي أنا ما لعبتش كرة القدم. أنفيها بإيه في زمن الماضي؟ بنفيها didn't. بنزل الآي زي ما هي وأنفي أجيب من عندي didn't. النفي didn't. شايفين played؟ ما تنزلش played زي ما هي، لا بترجع played دي بترجع لأصلها. ترجع لأصلها يعني ترجع infinitive في المصدر تبقى اسمها play. يبقى I didn't play football. اوعى حد يقول didn't played، ما ينفعش. didn't وplayed بترجع لأصلها تبقى play. I didn't play football. أنا لم ألعب كرة القدم. لو أنا عايزة أكون سؤال question في زمن الماضي ببدأ السؤال بدid. ببدأ السؤال بدid. did في بداية السؤال بيبقى معناها هل. did you play؟ هل أنت لعبت؟ وخد بالك ان هنا طالما did موجودة برضو play تبقى infinitive في المصدر. didn't موجودة يبقى الفعل يبقى في المصدر بدون اي اضافات. did you play؟ هل انت لعبت؟ طبعا هتجاوب يا اما بيس او بنو. كتبت يس ما تنساش ان في بعد يس كما وبعد نو كما. يس وخد بالك بعد يس او نو لازم بتعمل حاجة اسمها عملية المقص. يعني ايه عملية المقص؟ يعني تعكس الكلمة الأولى والكلمة التانية من السؤال. مش ده السؤال؟ اعكس الكلمة الأولى والكلمة التانية. did دي رقم 1 ويو دي رقم 2. اعكسهم يبقى يس ايه؟ يس اليو بتنزل اي، اليو بتتحول الى اي، وديد تنزل يبقى يس اي ديد. طب لو انا هعمل نو برضو بكتب نو وما تنساش ان في وراها كما. بعد نو حط برضو عملية المقص او اعمل عملية المقص. ديد رقم 1 يو رقم 2 نزلهم معكوسين، بس احنا عارفين ان اليو بتنزل اي والديد عليها الدور يبقى نو اي didn't. yes I did. no I didn't. yes I did. no I didn't. وزي ما عودتكم قناة نشوة الإنجليزية إن بعد شرح أي درس بنحل عليه براكتس صغير، والبراكتس بتاعنا من كتاب الباهر. نبدأ السؤال بيقول look read and tick the correct sentence. هنبص للصورة ونشوف الجملة المناسبة ليها ونعمل عليها tick يعني صح. الصورة دي شايفها بيقول it's a chicken. it's a chicken ولا it's a duck؟ ها دي اسمها it's a chicken يعني فرخة أو دجاجة، ولا it's a duck يعني بطة؟ طبعا دي صورة بطة فأنا هختار كلمة البطة. طب السؤال اللي بعد كده بيقول it's ايه؟ it's a horse حصان، ولا it's a donkey هو حمار؟ طبعا ده حصان horse فأنا هختار الجملة الأولانية أعمل عليها صح. السؤال اللي بعد كده it's a sheep ده خروف، ولا it's a fish سمكة؟ طبعا ده خروف يبقى هو خروف، هختار الجملة الأولانية. السؤال اللي بعد كده بيقول we went to a park. park يعني حديقة. we went to a farm يعني ذهبنا إلى المزرعة. السؤال الأول بيقول we went to a park ذهبنا إلى حديقة، ولا we went to a farm يعني ذهبنا إلى مزرعة؟ طبعا طالما في animals أهي موجودة يبقى دي farm مزرعة، هعمل عليها صح. احنا كده انتهينا شرح الدرس الأول من منهج كونكت بلس أبطال تانية ابتدائي. لو الدرس عجبك استفدت من الشرح اعمل سبسكرايب اشتراك الكلمة اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو، وما تنساش اللايك والشير عشان يوصل لأكبر عدد من أبطال تانية ابتدائي ومتابعي منهج كونكت بلس، وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله. جود باي.